باعتبار أن تركيا لا تنام الليل بسبب أن وحدة سوريا معرضة للخطر، فلترجع إليها لواء اسكندرون كي يكتمل العقد وتصبح سوريا موحدة. هي تدافع عن وحدة أراضيها قبل أن تدافع عن وحدة أراضي سوريا. إذا نفتح هذه المسألة، هذه مسألة أخرى ما علاقتها بالشأن السوري، وهذه علاقتها بأنك تقول لي تقول لي بأن تركيا حريصة على وحدة أراضي سوريا. سوريا مغتصب منها قطعة من الجنة اسمها لواء اسكندرون. حريصة على الحدود يا سيدي الكريم، الحدود المعترفة دوليا في الأمم المتحدة. إذا كان الكل يطلب الحق التاريخي ولدى تركيا حقوق كذلك، إذا نتحدث عن هذا الجانب ونتحدث لا مشكلة، ولكن نتحدث الحدود الرسمية المعترفة بها دوليا.